مسلسلنا بيبدأ مع سول طالبة في ثانوي ومجنونة جدا بلعبة اسمها ماستر. هي غرقانة في اللعبة دي لدرجة إن هي نسيت حياتها الحقيقية تماما وتايهة بس في العالم الافتراضي، وفي وسط كل ده بتقع في حب لاعب معاها اسمه كالي، مع إنها ما تعرفش عنه ولا أي حاجة. كل اللي تعرفه بس اسمه جوه اللعبة، وعارفة إن هو طالب في سنة تانية قسم تصوير في جامعة كونج. وفي يوم من الأيام كالي بيطلب إيدها للجواز جوه اللعبة نفسها، وسول طبعا من كتر الفرحة بتبقى طايرة في السما السبعة. ولما أمها بتعرف بالوضع ده بتزعق لها وبتقول لها إن الجري ورا واحد غريب ده جنون وطيش عيال خالص. بس سول كانت واثقة في كالي جدا وبتكتب تاريخ خطوبتهم في اللعبة. وفي الوقت ده سول كان عندها 18 سنة، وكالي كان قايل لها إن لما يبقى عندها 20 سنة هيتجوزوا. فسول بتروح تقول الخبر الحلو ده لصاحبتها الأنتيم مينا، فمينا بتتريق عليها وبتقول لها يا بنتي عيشي في الواقع شوية بدل ما في الآخر قلبك يتكسر. بس سول علشان تثبت إن كلامها صح بتعزم مينا عندها في البيت يوم الخطوبة علشان تشوف كل حاجة بعينها. وفي يوم الخطوبة مينا بتكون قاعدة مع سول، وحفلة الخطوبة بتبدأ جوه اللعبة، ولاعيبة كتير من اللي يعرفوا سول وكالي بيبدأوا يحضروا. بس الصدمة بتبدأ لما كالي بيتأخر وما بيبقاش أونلاين أصلا، وسول بتبدأ تستناه، في حين إن الناس اللي هناك بيبدأوا يرغوا ويقولوا إن كالي فص ملح وداب وضحك على سول. ومينا كمان بتقول لسول إن ده كان الطبيعي يحصل لأن كالي عمره ما كان شخص مسؤول، وغالبا دي مجرد لعبة مش حياة حقيقية. وبتعدي الأيام وكالي لسه مش بيفتح اللعبة وما بيردش على أي رسالة من سول. وفي الآخر سول بتقرر تنتقم وبتركز في مذاكرتها زي المجنونة، وبتجيب مجموعة وبتدخل نفس قسم التصوير في الجامعة بتاعت كالي. ومن أول يوم ليها في الجامعة سول بتبدأ تدور على كالي في كل حتة، بس المشكلة إن هي ولا شافت وشه قبل كده ولا تعرف اسمه الحقيقي. بعد كده بتعرف إن في حفلة استقبال للطلاب الجداد، ومع إنها بتبقى متوترة جدا في المناسبات الاجتماعية بس بتقرر إن هي تروح برضه. وفي الحفلة بيجي شاب وسيم ناحيتها وبيسلم عليها وبيقول لها إنه مكانش متوقع إن هي تيجي. فسول بتبقى محتارة وبتسأله هو أنا أعرفك؟ فالشاب بيرد عليها برزالة شوية وبيقول لها إن هما كان لازم يتقابلوا، وبعدها بيسيبها وبيدخل جوه الحفلة. وسول بتبقى مصدومة جدا وبتقعد تفكر معقول يكون هو ده كالي. فبتمشي وراه وبتدخل جوه، بس كان لازم الأول تعرف نفسها للكل. وبتقول إن اسمها سول، وهناك بنت اسمها جو بتقول لسول تقعد جنبها وبتمد إيديها بالسلام علشان يبقوا صحاب. ولما سول بتحاول تقوم تمشي جو بتمسك فيها وما بتبقاش عاوزاها تمشي. وفي الوقت ده بيجي شاب اسمه مو بيقعد معاها، ومو بيبدأ يمدح في جمال جو، بيبان عليه إن هو مهتم بيها جدا. وعشان يعمل جو في الحفلة مو بيطلب مشروبات وبيبدأوا يشربوا هما التلاتة، ولأن سول ما كانتش متعودة على الشرب فبسرعة جدا بتبدأ تفقد تركيزها. وبعدها بيبدأوا يلعبوا لعبة أسئلة وأجوبة. فجو بتسأل سول عن حبها الأول، فسول بتقول لها إن حبها الأول كان وعدها إن لما توصل لآخر سنة في ثانوي هيتخطبوا، بس عمره ما جه وسابها لوحدها. فجو بتسألها مين ده، كان حد مشهور ولا شاب عادي؟ فسول بتشاور بإيديها على طول على الشاب الوسيم ده اللي قابلته قبل الحفلة وبتقول هو اللي قاعد هناك أهو. وبتمشي تتطوح ناحيته وبتقوله أنا استنيتك كتير قوي في خطوبتنا بس أنت ما جيتش، وبتبدأ إن هي تضربه وهي مش في وعيها. فالشاب بيفهم حالتها وبيفضل ساكت تماما وبيهدى وبيستناها بصبر لحد ما بتهدى. وفي الآخر سول بتنام في مكانها، فالشاب بيشيلها على إيده وبياخدها يروحها بيتهم. وتاني يوم الصبح لما سول بتصحى في بيتها بتفتكر كل المهزلة اللي حصلت امبارح بالليل، وبتحس بكسفة وإحراج رهيب مش قادرة توصفه. وبتجهز بسرعة وبتروح الجامعة وبتعمل كل اللي تقدر عليه علشان ما تشوفش أي حد، بالذات الناس اللي كانوا معاها في الحفلة امبارح. وفي نفس الوقت سول كانت بتدور على شغل علشان مصاريفها وبتلاقي شغل في مكتبة الجامعة. ولما بتروح المكتبة في أول يوم شغل بتبقى صدمتها كبيرة، لأن زميلها في الشغل بيطلع هو الشاب الوسيم اللي افتكرته كالي. والشاب بيبتسم لما بيشوف سول وبيقول لها انتي زميلتي الجديدة صح؟ فسول بتعرف ان اسمه يونان وهو طالب في سنة تالتة ورئيس اتحاد الطلاب ومن اشهر الشباب في الكلية. ويونان بيبدأ يشرح لها شغل المكتبة وازاي ترتب الكتب على الأرفف. وفي وسط الكلام سول بتقوله ان هي استنت شخص في وقت كانت محتاجاه فيه جدا، ومع ان الكل حذرها منه بس هي وثقت فيه. فيونان لما بيسمع كده بيبص لها وبيقول لها ان هي فاهمة الموضوع كله غلط، وبيفكرها بأول مرة اتقابلوا فيها. وفي الحقيقة اللي حصل إن لما سول جت تقدم ورقها في الجامعة يونان كان من ضمن فريق التقديمات، وكان سألها هي ليه عاوزة تدرس تصوير. فسول ردت وهي بتعيط وقالت إن هي جاية تدور على الشاب اللي وعدها بالخطوبة واختفى. فيونان اداها منديل وهداها وقال لها لما تتقبلي في الجامعة هنرجع نتقابل تاني. وسول كانت ناسية المقابلة دي تماما، ولما بتعرف كده بتتكسف جدا ووشها بيجيب ألوان، وبعدها بتعتذر على النسيان ده وعلى الدراما اللي عملتها في الحفلة.
فيونان بيقول لها إن هو ما بيهموش كلام الناس، المهم دلوقتي إن هي كويسة، وبتبدأ تتخطى الحادثة دي تدريجيا. وسول بيبدأ يتهيأ لها إن يونان بجد مهتم بيها وبيتعامل معاها بلطافة كأنه معجب بيها. وفي اللحظة دي بتدخل بنت حلوة جدا، فسول أول ما بتشوفها بتحس فورا إن هي فهمت مشاعر يونان غلط تماما، وأكيد البنت دي هي صاحبته، فبتاخد بعضها وبتبدأ تتسحب علشان تمشي من غير ما تحسس حد. وبيقول لسول انت أكيد افتكرتي دي صاحبتي صح؟ بس في الحقيقة دي أختي الصغيرة. وبعد ما الشغل بيخلص يونان بيعزم سول على قهوة علشان يقعدوا يتكلموا براحتهم. وفي وسط الكلام بيسأل سول لو قابلتي الشاب اللي هرب يوم الخطوبة ده تاني هل فعلا هتنتقمي منه؟ وطريقة سؤال يونان بتبان غريبة لسول، وبتبدأ تشك إن يونان ممكن يكون عارف حاجة. وقبل ما تفكر كتير واحد شغال في الكافيه بينادي على اسم زبون علشان يستلم قهوته. فأول ما سول بتسمع الاسم بتبتدي تركز لأن ده كان نفس الاسم المستعار الغريب والفريد اللي كان بيستخدمه كالي في لعبة ماستر. فسول بتبص ناحية الشاب اللي رايح ياخد القهوة وبتبدأ تشك إن هو ده كالي، لأن الاسم المستعار ده كان مميز جدا وما يتنسيش. عشان كده سول ما قدرتش تتجاهل الصدفة دي وبتقوم من غير ما تفكر وبتمشي ناحية الشاب. وبمجرد ما بتيجي تتكلم معاه الشاب بيمشي من جنبها وبيروح يتكلم مع يونان. وسول بتعرف إن هو اسمه هان وهو صاحب يونان وزميله في الأوضة. وهان بيمشي من غير ما يدي أي اهتمام لسول، بس سول بتستأذن من يونان بسرعة وبتجري ورا هان، وبتبقى واقفة قدامه وبتعرفه بنفسها وبتسأله عن اسمه المستعار في لعبة ماستر. فهان بيقف ثانية وبعدين بكل برود بيقول لها إنه مش مجبر خالص يقول لها عن بياناته الشخصية. فسول بتكون متغاظة جدا من أسلوبه ده. وتاني يوم سول بتبدأ تدور على هان في كل حتة لأنها لسه عاوزة تتأكد هو كالي ولا لأ. وهي بتدور بتعدي وبتلاقي جو مو في طريقها، وبسبب الدراما بتاعت الحفلة سول بتبقى مكسوفة شوية، بس هما الاتنين بيهدوها وبيقولوا لها ان هما فاهمين موقفها كويس، وبيأكدوا لها ان يونان بجد انسان طيب جدا وعمره ما يقصد يأذي حد. وبعدها بنشوف سول وجو اللي بيبقوا صحاب جامد جدا وبيدخلوا المحاضرات مع بعض. وفي يوم بيروحوا محاضرة في قسم التصوير، والمحاضرة دي كان مسموح لأي طالب في القسم يحضرها مهما كانت سنته. فسول بتروح تقعد جنب شاب كان حاطط وشه ونايم، ولما بيصحى من النوم سول بتبقى مصدومة لأن الشاب ده كان هان. فسول بتفضل بصله مصدومة، وهان بيبص لها وهو متضايق وبيقول لها انت بتتصرفي تصرفات غريبة جدا، وبيقول لها بصي قدامك واسكتي، وبيهددها ان هي لو ما بطلتش تبص له كده هيقوم ويمشي. ولما بيجي يقوم فعلا سول بتمسك في كم الجاكيت بتاعه وبتترجاه ان هو ما يمشيش. وبعد الحركة دي سول بتبقى مكسوفة جدا من نفسها. وبعد ما المحاضرة بتخلص سول بتمسك في هان وبتكون مصرة ان هو يلعب معاها لعبة ماستر، بس هان في الأول بيرفض تماما، فسول بتفضل تزن عليه، فعلشان يخلص من زنها بيوافق. وخطة سول الحقيقية كانت إن هي تشوف اسمه المستعار جوه اللعبة. بس لما هان بيدخل سول بتشوف إن اسم الأكاونت ده مختلف تماما عن أكاونت كالي. وهان بيقول لها إن ده أكاونت احتياطي عنده لأن الأكاونت الأساسي مقفول حاليا. ولما بيلعبوا مع بعض سول بتلاحظ إن طريقة لعب هان بعيدة تماما عن طريقة كالي. ومش بس كده، ده حتى شخصيته مختلفة خالص. كالي في ذكريات سول كان مؤدب وبيهتم بغيره، لكن هان كان بيكسف سول قدام الناس ومن غير ما يراعي مشاعرها. وفي الحقيقة هان كان عارف من الأول سول بتجري وراه ليه، لأنه كان شاف فيديو الدراما اللي حصلت بين سول ويونان في حفلة الاستقبال، وكان عارف إن هي بتدور على شاب اسمه كالي، فبيقول لها على طول في وشها إنه مش الشخص اللي هي بتدور عليه، وبيرمي عليها كلام وبيقول لها حتى لو هو كالي كان هيخبي الموضوع ده تماما، لأن الارتباط بفضيحة زي دي حاجة تحرج جدا. وفي الآخر سول بتوصل لنتيجة إن هان مستحيل يكون كالي، لأن كالي عمره ما كان هيبقى بالأسلوب ده، وبتخرج وهي متضايقة وبتروح على شغلها على طول. وبسبب الخناقة مع هان مودها كان وحش جدا وما كانتش مركزة في الشغل، وفجأة مجموعة كتب كبيرة كانت هتقع عليها وسول كانت هتتأذي، لولا إن يونان جه في آخر لحظة ولحقها. ويونان كالعادة بيتعامل معاها بلطف واهتمام كبير، وفي وسط الكلام بيقول لها إن هو لاحظ إنها تعرف هان. فسول بتبرر له بسرعة وبتقول له إن هي ما تعرفوش كويس، وإن هي بس كانت شاكة إنه ممكن يكون كالي، بس بعد ما قعدت معاه شوية فهمت إن هما مختلفين جدا. وبتقول ليونان كمان إن هي اتخانقت مع هان. وبعدين لما يونان بيرجع اوضته في السكن بيلاقي هان مستنيه هناك، فيونان بيسأله عن اللي حصل بينه وبين سول، فهان بيعترف إن كل ما بيشوف سول بيفتكر حاجات من الماضي ومش قادر ينسى المشاعر دي. فيونان بيبص للنتيجة المتعلقة على الحيطة وبيقول إن فاضل أيام قليلة بس، وكان باين إن هما الاتنين مستنيين تاريخ معين.
وعلى الناحية التانية كلام هان الدبش كان معلم جوه قلب سول، وللسبب ده بتغيب عن الجامعة وما بتروحش كام يوم. وفي غيابها يونان كان دايما بيسأل جو عن أخبار سول، وحتى في المكتبة كان بيخلص جزء من شغل سول بنفسه. ولما سول بترجع في الآخر جو بتقول لها إن يونان كان قلقان عليها، وبتقول لها إن يونان كان بيسأل عليها كل يوم وباين عليه مهتم بيها فعلا. فجو بتبدأ تفتكر إن يونان هو أشهر شاب في الجامعة وبنات كتير بتتمنى بس تقعد معاه. بس سول بترفض تصدق الكلام ده وبتقول إن يونان أكيد ما عندوش النية دي. وبعدها على طول بياخدوا محاضرة تانية وبيعرفوا إن عندهم مشروع تخرج جماعي لازم يخلصوه، والقوانين بتقول إن كل مجموعة لازم يكون فيها 5 طلاب. وطبعا بنات كتير بيجروا على يونان علشان يدخل في المجموعة معاهم، بس يونان بيرفض وبيقول إن مجموعته متقفلة خلاص. وعشان يفاجئ الكل بيروح على طول لسول وبيعلن إن هو هينضم لمجموعة سول. وسول بتبقى متوترة لدرجة إن صوتها ما بيطلعش، بس جو بترد بالنيابة عنها وهي فرحانة وبتقول ليونان إن سول جاهزة تماما. وجو طبعا بتدخل في المجموعة، ومو هو كمان بيرفع إيده فورا علشان ما يضيعش فرصة إنه يقعد مع جو. ودلوقتي بيكون فاضل مكان واحد بس في المجموعة، فيونان بيبتسم وبيقول إنه عارف كويس مين العضو الخامس. وسول بتبقى مصدومة تماما لما يونان بيقول اسم هان، وبتعترض على طول لأنها مش عاوزة تشتغل مع هان. بس يونان بيشرح لها إن هان شاطر جدا وهيفيدهم في المشروع، وهان هو كمان بيوافق يدخل المجموعة بس علشان يجيب درجات كويسة، وإلا ما كانش فارق معاه شغل المجموعات ده في حاجة. وفي الوقت اللي هان كان بارد فيه مع سول، يونان كان حنين وبيهتم بيها قوي، وحنيته دي بدأت تبان جدا لدرجة إن سول نفسها بدأت تفكر هو يونان معقولة معجب بيا فعلا. وفي يوم سول كانت رايحة بيتها ومتضايقة جدا من هان لأنها لسه مش مرتاحة معاه، وفجأة بتشوف هان في الطريق كان بيحاول يمسك قطة، فبيجيلها فضول وبتروح تسأله بيعمل ايه. فهان بيشرح لها ان القطة دي تايهة ومش باين عليها قطة شوارع، وهو عاوز ياخد باله منها لحد ما يلاقي صاحبها الأصلي. فسول بتساعده علشان يمسكوا القطة، وبتبقى مستغربة قوي من حنية هان مع الحيوانات، ودي كانت حاجة في سول عمرها ما شافتها قبل كده. ولما جه وقت إن هان يمشي، سول كانت خلاص اتعلقت بالقطة دي، فبتسأل هان لو ينفع تيجي تزور القطة من وقت للتاني. فهان بيقول لها إنه ما يقدرش ياخد القطة معاه في السكن لأن ممنوع دخول الحيوانات هناك. فسول بتنتهز الفرصة دي إن هي تاخد القطة عندها في البيت وتهتم بكل احتياجاتها. فهان بيوافق وسول بتاخد القطة بيتها وهي طايرة من الفرحة. وتاني يوم المجموعة كلها بتتجمع علشان يشتغلوا على المشروع، وأول ما سول بتوصل بتلاقي كاميرا موجودة، وأول ما بتمسكها بتلاقي محفور عليها اسم كالي. فبتتصدم جدا لأن كالي كان قالها قبل كده في اللعبة إن هو بيحب التصوير وعنده كاميرا، وإن هو بيستخدمها كتير في دراسته للتصوير. فسول بتبص لهان بصدمة وبتقوله أنت كالي صح؟ فالمرة دي هان ما بينكرش وبكل هدوء بيعترف وبيقول لها أيوة فعلا أنا كالي. ويونان أول ما بيسمع كده بيتصدم، وسول ما بتبقاش مصدقة وبتقوله انت كذاب. فهان بيأكد ان هو بيتكلم بجد، وبيفكرها ان هو اللي بعت لها رسالة وقال لها تبطل تدور عليه. وفي اللحظة دي سول بتفتكر ان فعلا وصلت لها رسالة زي دي من اكاونت كالي من فترة، ودلوقتي فهمت ان هان ما بيكذبش. فبتسأله انت ليه اختفيت من حياتي، وليه طلبت مني اوقف ادور عليك، وليه بتقولي الحقيقة دلوقتي. فوقتها هان بيطلع اللي في قلبه وبيقول لها ان بقى عنده مشاعر ناحيتها دلوقتي، وإن هو مش عاوزها تبص لأي حد تاني. فسول أول ما بتسمع كده بتتصدم وبتقوله أنت مجنون، وبتاخد بعضها وبتمشي وهي متعصبة. وجو بتجري ورا سول. وعلى الناحية التانية يونان بيسأل هان هو أنت بجد بتحب سول؟ فهان بيرد ببرود وبيقوله إن دي حاجة متخصكش، وبيحذره إنه يبعد عن البنت اللي اختارها وإلا هيفقد السيطرة على نفسه. وبعدها بنشوف جو اللي كانت متضايقة أكتر من سول نفسها، والسبب إن هي كان عندها مشاعر ناحية هان، وما كانتش فاهمة ليه هان ويونان هما الاتنين باصين لسول ومطنشينها هي تماما. فسول بتهديها وبتقول لها إن هي ما عندهاش أي نية تجري ورا هان، لأن بعد كل اللي عمله في الماضي هي مش عاوزة ترجع للوجع ده تاني. ومو هو كمان بيفضل واقف مع جو بيحاول إن هو يواسيها، مع إنه كان حزين إن جو عمرها ما حست بيه، بس ما كانش مستحمل إن هو يشوفها زعلانة. ومن اليوم ده سول كانت كل ما تروح حتة تلاقي هاني ينط لها هناك، وكان عاوز يقرب منها بأي طريقة ويقضي أكبر وقت ممكن معاها. وكان عارف إن تصرفاته دي بتضايق يونان، بس يونان ما كانش عارف يتعامل إزاي مع صاحبه. وبعدها المجموعة كلها بتقرر إن مشروعهم هيكون فيديو عن القطة اللي سول وهان أنقذوها، وكان عندهم أمل إن الفيديو ده يوصل لأصحاب القطة الحقيقيين. وفي يوم سول بتروح الحديقة اللي هان متعود يأكل فيها قطط الشوارع، وبتلاقيه بياخد باله من قطة تانية، فبتستأذنه إن هي تقعد جنبه. ولما عينها بتيجي على الخرابيش اللي في إيد هان بسبب القطط بتطلع بلاستر وبتحطهوله بالراحة على جرحه. وبعدها بتتكلم معاه بوضوح وبتقوله إن هي عارفة إنه مش بيحبها حب حقيقي ولا مهتم بيها، وبتقوله إن هي مش عاوزة تبوظ الذكريات الحلوة اللي كانت مع كالي.
فعشان كده بلاش يلعب بمشاعرها، وبتقوله بوضوح إن العلاقة بينهم مش هتتعدى زملاء جامعة، وبتسيبه وبتمشي. وهان لأول مرة في حياته بيحس قد إيه إن هو اتصرف بأسلوب وحش مع سول. ولما سول بترجع البيت بتنادي على صاحبتها الأنتيم نينا، وبتبدأ تحكي لها إنها أخيرا لقت كالي وعرفت شخصيته الحقيقية، وبتحكي لها كل الدراما اللي حصلت. وسول بتعترف إن هي رغم عصبيتها من هان بس هي مش قادرة تكرهه من قلبها تماما. وتاني يوم سول بتروح مخزن قديم في الجامعة علشان تجيب شوية ورق، بس أول ما بتدخل الباب بيتقفل عليها، فهي بتترعب وبتبدأ إن هي تفتكر ذكريات مؤلمة من الماضي. وبنرجع فلاش باك وبنعرف إن سول في أيام ثانوي كانت بتتعرض للتنمر، وبنات حبسوها في أوضة المخزن في المدرسة وطفوا النور وسابوها في الضلمة لوحدها. وفي وسط الخوف ده سول ما جاش في بالها حد غير كالي، فبعتت له طلب مساعدة من خلال اللعبة. ولما كالي شاف الرسالة اترعب وخاف وما بقاش عارف يعمل ايه. ولحسن الحظ يونان كان قاعد معاه في الوقت ده، فيونان من غير ما يضيع وقت اتصل بالمدرسة فورا علشان ينقذوا سول. ولما إدارة المدرسة سألت يونان هو مين، يونان قال إن هو صديق سول. ويونان وكالي هما الاتنين كانوا قلقانين جدا لدرجة إن هما جريوا بنفسهم على المدرسة، بس عقبال ما وصلوا كانت إدارة المدرسة طلعت سول وخدوها على المستشفى. ويونان في اليوم ده شاف الكارنيه بتاع سول، وده كان السبب إنه أول ما شافها في الجامعة عرفها على طول. بس سول لحد النهارده ما كانتش تعرف خالص إن هما الاتنين اللي أنقذوا حياتها في اليوم ده. وبنرجع للحاضر ويونان بيقابل هان اللي كان المفروض يروح مع سول للمخزن ده، بس هان كان ناسي الموضوع ده تماما. وأول ما يونان بيعرف كده بيموت من القلق على سول، ومن غير ما يفكر ثانية بيجري ناحية المخزن، وبيلاقي سول مغمى عليها هناك، فبيشيلها بسرعة على إيده وبيطلع بيها بره المخزن وبيبدأ يهديها. وفي الوقت ده هان بيشوف المشهد ده من بعيد وبيتضايق جدا وبياخد بعضه وبيمشي. وبعدها لما سول بتصحى بتشكر يونان، والحادثة دي بتخلي العلاقة بين سول ويونان تقوى أكتر بكتير. وبعد كام يوم يونان بيكلم سول وبيقول لها تقابلوا عند المحطة لأن في حاجة مهمة جدا عاوز يقولها لها. فسول بتوافق وبتروح تستناه في المحطة. وفي الوقت ده هان بيكلمها هو كمان وبيكون مصر إن هي تقابله فورا، لأن في سر كبير جدا كالي لازم يعترف بيه. فسول بتشرح له إن هي عندها ميعاد تاني وما تقدرش إن هي تجيله، بس هان بيكون مصمم وبيقول إن الموضوع ده أهم حاجة في حياته ولازم يتقابلوا دلوقتي. فسول بتبدأ إن هي تتأثر وفي الآخر بتركب الأتوبيس علشان تروح لهان. وفي نفس اللحظة يونان بيشوفها وهي بتركب الأتوبيس بس ما بيلحقهاش مع إنه بيجري وراها. ولما سول بتوصل هناك بتلاقي هان واقف قدام مقبرة شخص اسمه بوم، وهان بيتكلم وبيعرف سول عليه وبيقول له دي البنت اللي كنت عايز تقابلها. ولما سول بتبص على الصورة الموجودة بتترعب ورجليها بتكون مش شايلاها، لأن الصورة كانت طبق الأصل من هان. وهان بيقول لها الحقيقة إن دي صورة أخويا التوأم بوم، وبوم هو كالي الحقيقي. بس سول بتدمع وبتكذب هان فورا وبتقول إن كالي مستحيل يكون مات. وفجأة بتلاقي يونان وصل وبيأكد لها إن هان بيتكلم صح، وبيشرح لها إن بوم كان بيحبها بجد وكان حكى لهم عن الخطوبة. بس يوم الخطوبة بوم كان في الجامعة وكان متأخر وكان عاوز يوصل لسول بأي طريقة وفي أسرع وقت، فعشان كده عدى إشارة مرور حمراء بسرعة، وللأسف اتعرض لحادثة عربية ومات في ساعتها. وده كان السبب الحقيقي إنه ما كانش أونلاين يوم الخطوبة. فسول أول ما بتسمع كده بتتصدم تماما وبتعيط وبتبدأ تلوم نفسها وبتقول إن بوم مات بسببها هي. فهان بيهديها وبيقول لها إن ده السبب اللي خلاه هو ويونان يعملوا الأكاونت الاحتياطي ده، وإن هما بيحاولوا يوصلوا لها علشان خايفين إن هي تحمل نفسها ذنب موت بوم لو عرفت الحقيقة بالسرعة دي. بس بوم بتعيط وبتعتذر لهان إن هي كانت السبب في إن هو يفقد أخوه، واليونان إن هو كان السبب في إنه يفقد صديقه، وبعدها بتسيبهم وبتمشي. وبعد اليوم ده سول بتقفل على نفسها في بيتها وما بتروحش الجامعة الأيام، وكانت حاسة بوجع وذنب رهيب ومش قادرة تتعامل مع أي حد. وفي الأيام دي هان ويونان هما الاتنين كانوا كل يوم بيسألوا عنها وعن صحتها، بس سول ما كانتش بترد على حد. وفي يوم من الأيام يونان بيروح يزورها في بيتها وبيفضل قاعد جنبها وبيحاول يخرجها من حالة الانهيار دي، وبيقول لها إن بوم ما كانش هيحب يشوفها منهارة وضايعة بالشكل ده، وإن هي لازم تتجوز علشان روح بوم ترتاح. فسول بتبدأ تفكر في كلامه وتستوعبه، وفي الآخر بتقرر إن هي لازم ترجع تمسك نفسها وتقف على رجليها تاني. وبعدها بترجع الجامعة وبتروح لمجموعتها في الكلية، وبتقعد مع الفريق بتاعها علشان يكملوا شغل المشروع مع بعض، والعلاقات بينهم بتبدأ تهدى شوية. وهان بيبدأ يتعامل مع سول بنضج وحب حقيقي كشخص مستقل ومش مجرد ذكرى لأخوه بوم. وفي نفس الوقت مو بياخد خطوة شجاعة وبيعترف بمشاعره لجو. وجو مع الوقت وبسبب وجوده جنبها ودعمه المستمر ليها بتبدأ تفهم إن مو هو الشخص الوحيد اللي كان واقف جنبها بجد وحاسس بيها، فبتبدأ مشاعرها تتغير ناحيته بالتدريج. أما فيديو المشروع بتاع القطة اللي اشتغلوا عليه فبينزلوه على النت،
ولحسن الحظ الفيديو بيجيب مشاهدات عالية جدا وبيوصل لاصحاب القطة الأصليين. وبعدها بنشوف يونان اللي بيجيب حزام لسول هدية وبيكلمها وبيقول لها ان هو عاوز يقابلها، وبيكون قرر خلاص ان هو يعترف لها بحبه. فبنشوف سول اللي بتكون قاعدة مستنياه في موقف الباص، بس بعدها بنشوف هان اللي بيكلمها وبيقول لها ان هما لازم يروحوا يقابلوا اصحاب القطة. فسول بتقرر تروح له وبتكلم يونان وبتعرفه ان هما لقوا اصحاب القطة وان هي هتسلم القطة وتخلص وتجيله. فبيقول لها تمام هستناكي عند موقف الباص، وسول بتروح فعلا واصحاب القطة بيجوا الجامعة وبيستلموا قطتهم من سول وهان وبيشكروهم جدا على اهتمامهم ورعايتهم للقطة طول الفترة اللي فاتت دي. وبعدها سول بتمسك ايد هان وبتتنطط من الفرحة ان هم اخيرا انجزوا المهمة دي. فهان بيبص لها باعجاب وبيعترف لها ان هو بيحبها وبيطلب منها ان هي تديله فرصة ان هم يبدأوا من جديد. فسول بتكون واقفة ومتفاجئة، وفي نفس الوقت بنشوف يونان اللي بيكون واقف في المحطة ومستنيها. وبيخلص المسلسل من غير ما نعرف سول اختارت مين، وبيسيبوا لنا النهاية مفتوحة على امل ان يكون في جزء تاني. وبس كده، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.